انا محتاجه رايك وراي متابعيني. انا متجوزه من فتره ومعايا بنتين. من قبل ما اتجوز وعلاقتي بامي ضعيفه، كانت دايما بتعايرني طول الوقت ان انا عنست، مع ان انا ما كنتش مكمله 22 سنه، ولما كان عندي 23 سنه اتخطبت واتجوزت. من حظي جوزي طلع كويس، وحسيت ان هي طول الوقت متضايقه من جوزي ومني وتقول مبررات ما فيهاش اي عقل. بدات تطلع كلام على اهل جوزي وحش. الكلام ده وصلهم واهله قطعوني، وجوزي قال لي امك دي ما تدخلش علينا تاني، دي خربت بيوت. ولما جبت البنت التانية امي كانت بتدعي عليها بالموت، وما رضتش تاخدني عندها يوم الولاده، وقالت انا مسافره ومش فاضيه اشيل حد، وتقعد بالايام ما تسالش عليا. واهل جوزي بداوا يلاحظوا، ودخل عليا العيد وقالت لرجاله العيله محدش يروح لها. شخص من اهلي قال لها مش بنمشي ورا كلام حريم، وفعلا جولي واخواتي برضه بدات تعايرني بخلفه البنات. وفوق ده كله عاوزه اودي لها جهازي، تقول لي اختي جايبالك كذا رجعه لها، اقول لها دي حاجه ما تخصكيش، هي لما تطلبه انا هديهولها، مع ان ربنا يعلم ان جهازي تحت المتوسط، مفيش حاجه غاليه. الغساله صلحتها بعد اقل من 7 شهور، الثلاجه شبه بايظه، المطبخ اي كلام. وفوق ده كله عاوزه اودي لها جهازي. دلوقتي عماله تشهر بيا بره وتقول حاجات ما حصلتش، مش بتكلمني وبتعايرني بكل حاجه عملتها ليا، مع ان ده حقي. انا مش عارفه اعمل ايه. ودي كانت القصه، قصه مكرره لام نرجسيه بتتعامل مع البنت الغير مفضله ليها بطريقه ما حدش يرضاها. وزي ما قلنا قبل كده ان افضل تعامل في الوضع اللي زي ده هو الاختصار على قد ما تقدر، وانها تحط حدود للعلاقه دي، لان الامهات اللي زي دول ما بيتغيروش. الام اللي عندها صفات نرجسيه وبتعامل احد اولادها بطريقه مش كويسه وبتتحامل عليه وتضغط عليه وتسيء اليه هتفضل كده طول العمر، ده شيء ما بيتغيرش. فهنقول المثل بتاع بعده العتاب تبقوا حباب. كل ما كان فيه حدود وانت في حالك وانا في حالي، كل ما بقت الامور بقت احسن. هنقول صله رحم وخلافه. للاسف في المواضيع اللي زي دي بيبقى الاختصار هو الحل. انا عارفه ان في ناس ما بتفهمش فكره يعني ايه ام ما بتحبش ولادها، يعني ايه ام بتاذي ولادها، يعني ايه ام بتتعامل مع ولادها بطريقه وحشه، ويرجعوا ده ان ممكن يكون في مشكله في الابناء. بس انا دايما اللي بيتكلم بالطريقه دي او بيقول ده او بيقول لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش ام ما بتحبش ولادها، ببقى عارفه على طول ان هو حظى باهله كويسين وتعاملوا معاه كويس، وده كان حظه حلو في الحياه، فمش قادر يتخيل ان في امهات كده. بس هو الواقع ان في امهات كده. مش كل الامهات هما ملايكه ولا الجنه تحت اقدامهم. في امهات ما كانوش يستحقوا يكونوا امهات، لانهم عندهم مشاكل شخصيه ونفسيه عكسوها على اولادهم، وتبقى مصيبه لو انت الابن الغير محبوب للام دي. يعني هي الام دي عندها مشاكل نفسيه، وعندها هي ذات نفسها مشاكل من الطفوله، وانت كمان تكون الابن المش مفضل ليها، فبتسقط عليك كل اللي هي عانته. لو هي تم الاساءه ليها في طفولتها هتسيء اليك. طريقه تعامل الام معاها في القصه دي النبذ، الإهانة، الغيرة، ده تصرف طبيعي لأم نرجسية. هتلاقي مشاعر الحب دي مش موجودة. ما احنا قلنا قبل كده يا جدعان مش كل الناس ينفع تخلف، ومش كل الأمهات كويسين ولا كل الأبهات كويسين. لو الأب أو الأم عنده خلل ومشاكل نفسية للأسف هيردها في أولاده. فهي مستنية آرائكم، بس أنا رأيي اللي لن أتراجع عنه لأني بشوف حالات زي كده كتير، هو إن نختصر تماما، وتبقى العلاقات في الأعياد أو في المناسبات والمواسم فقط لا غير. لأنه صدقوني محدش بيتغير، الطبع غلب التطبع، وللأسف الأمهات اللي بالشكل ده بيروحوا حتى الموت على نفس الوتيرة. مفيش شيء بيشفع، مفيش شيء بيتغير. لو انت مش محبوبة بالنسبة لها هتفضلي مش محبوبة، لو انت مش مفضلة هتفضلي مش مفضلة مهما انت عملتي. حتى انا عارفة ان في ناس ممكن تقولك ايه، والله لو امك وحشه وبتتعامل معاكي بطريقه وحشه، انت عامليها بطريقه حلوه قوي، احسن لامك اكتر، اتعامل معاها كويس اكتر، كون عليها حنين اكتر عشان تحبك. وكأن الحب هنا مشروط، وده مش بيحصل للاسف. لما تكون الام نرجسيه وانت الابن الغير مفضل ليها، هتفضل ما تحبكش وتعاملك بالطريقه دي العمر كله مهما انت عملت. لو اديتلها صوابعك ال10 شمع، انت اللي شلتها، انت اللي رحت وجيت بيها، وانت اللي راعيتها، وانت اللي حبيتها، وانت 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 لان انت في تعلق بامك، حتى لو هي وحشه معاك برضو مش هتحب، برضو مش هتنصفك، برضو مش هتبقى في صفك. دي حاجه ما بتتغيرش للاسف. عشان نكون واقعيين، انا عارفه الكلام ده بيبقى مؤلم، بس دي الحقيقه. فلما تبقى عارف الحقيقه من اولها احسن كل شويه تاخد على قفاك تك 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 تك. فرجاء الاختصار ده بيبقى هو الحل الاخير. لو واقعين في مواقف مشابهه يقولوا رايهم، واللي ارجوكم حظوا باب وام كويسين ومعنوش
ما عاناه الاخرين لما يكون عندهم اب او ام نرجسيين وبيعاملوهم بطريقه وحشه، يحتفظوا في الحته دي بارائهم لنفسهم لانها بتبقى مؤلمه للاخرين. انتم كنتم محظوظين بان انتوا حظيتوا باب وام كويسين، لكن غيركم لا وبيعاني معاناه انت مش هتقدر تفهمها، مش هتقدر تتخيلها، عقلك اصلا بيبقى رافض يستوعبها، فسيبوهم في همهم. وتنويه اخير، جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها اي حد غيري، ولا يتم نشرها الا بموافقه صاحبها او طلبه هو شخصيا زي القصه دي. في النهايه كانت معكم فيبي انور، سيناريستايه. يومكم سعيد.